السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم معايا هاد المملحه اللي تجي بزاف سهله وبنينه واقتصاديه. نبداو بالوصفه على بركه الله. هنا العجينه درت 4 كيسان فرينه تاع 220 مليلتر، مغرفه صغيره تاع خميره، مغرفه سكر، مغرفه ملح، ونص كاس زيت، ونبسسهم ونلموهم بالماء يكون دافي. هنا العجينه نخلوها تريح. من جهه واحده اخرى عندي هنا 4 صدر تاع الدجاج، ونتبلو. درتلو فلفل كحل، العكري، لي زيبيس تاع الدجاج. درت له هنايا شويه تاع اللبن، ولا عندكم ياغورت ناتور ديروا ياغورت ناتور نورمال. هنا درت مغرفه زبده، تقدروا تعوضوه بالزيت. عصره قرص، تقدروا تاني ديروا الخل في بلاصه القرص. وزدت لها الثوم، زدت لها شويه كركم وزنجبيل، ونخلوهم يريحوا. نخلوه يشرب لاماني تاعو على الاقل نص ساعه. هنا وليت العجينه تاعنا نديرها دي بتي بول. هنا خرجت لي انا 12 وحده، ونديرهم كريات قسما وجدت الحشو ديالي. هنا حكمت مقله، درت فيها شويه زيت، درت الدجاج اللي مارينيتو من قبيله، نزيدو للنار باش ما يطلقش الماء ديالو، نقلوه. 6 حبه بصل كيف زدنا قليناه. ما قليته. هنا زدت لها مغرفه فرينه ونحمسها معاهم، ونزيدو لها كاس حليب. نديرو كشغل بيشاميل مع لافاس باش نختصروا الوقت، ماشي كل واحد وحده. ونحركها حتى تعقد بهذا الشكل. ونزيدو لها الفرامج اللي يكونوا متوفرين عندكم. انا نهزت لها فرماج، كان عندي فرماج فوندو زدتو، يعني اذا عندكم فرماج غابي زيدوه اللي كان متوفر. في نفس الوقت نكونوا قلينا البطاطا مربعات. هنا العجينه تاعنا نحلوها مستطيل، نديرو الحشو تاعنا من بعد البطاطا ونغلقوها بهذا الشكل. من الاحسن نحلوها فوق بابي كويسون باش تجيكم سهله باش ترفدوها، ونطيبوها فوق طاجين ولا مقله تكون ثقيله. المهم لازم تكون نار ناقصه باش تطيب لداخل، ونطيبوها من كامل الجوانب. ان شاء الله تكون عجبتكم المملحه تاع اليوم. ما تنساوش تدخلوا لي متابعه القناه باش يوصلكم كل جديد وارائكم في التعليق.